شوف 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 المنظر. وي شوف يا كومستا كومستا، هي بس الكلمة الوحيدة اللي عرفتها يا اخوان لحد الان. كلنا اهلا بكم في ايطاليا يا اخوان، ميلانو كومستا. هي كيفك بالايطالي يا جماعة؟ بعد اذنكم صرت ايطاليا. هلا والله فيكم يا جماعة، اليوم فيديو جديد من ايطاليا يا اخوان، من مدينة ميلانو. يا جماعة اليوم راح اصور اجواء الليلية كلها في مدينة ميلانو. طبعا مبدئيا شوفوا الاجواء، ما شاء الله الازدحام يا جماعة، والحياة هون ما هي طبيعية، كلها زحمة، مليان ناس. واو يا جماعة ما شاء الله، حياة يا اخوان ما هي طبيعي كمية الناس الموجودة. شوفوا نحن ماشيين بهاي الشوارع لقينا هذا الشيء، شايفين يا جماعة؟ واو شوفوا اجواء حياة يا اخوان، والله حياة يا جماعة ما شاء الله. شايفين كيف الاجواء يا جماعة؟ واو شوفوا يا اخوان يا جماعة الكسة. شوفوا الاسعار 5 7 و10. هون احمد ساله قال له ممكن اجربها، قام والله اعطاه مباشر. شايفين؟ شوفوا يا اخوان المنظر. اجواء حماسيه يا اخوان. ما صار الساعه 8، بالعاده باوروبا الساعه 8 بتكون ناس فاضي، شوارع فاضي، بس هون ميلانو مختلف الموضوع، غير المانيا وغير سويسرا. شايفين؟ مختلف هون الموضوع شوي صراحه، كثير مو شوي، في اجواء لانه في حياه. هذا الشارع يا جماعه حسيته شارع الماركات، مليان ماركات كلها. شايفين؟ هاي مثلا هذا نادي اس ميلان، شايفين؟ يا جماعة المصريين في كثافة ما شاء الله عليهم بإيطاليا، مغطين كل مكان ما شاء الله عليهم، بكل إيطاليا تقريبا، يعني أغلب الأماكن اللي فت عليها بلاقي فيها مصريين. الله يسعدكم إذا كنتم مصريين. وانت شايفين يا جماعة أجواء حياتهم. شوفوا يا جماعة، شوفوا هالدوم هون، واو شوفوا يا جماعة، هذا نفسه موجود بإسبانيا، موجود بألمانيا، مدينة كول. شايفين؟ شوف واو شوفوا يا جماعة الأجواء ما شاء الله. شوفوا يا جماعة، هون في عندهم شغلة إنه تكون ماشي فجأة بتلاقي دور طويل، عايز بيكون المطعم هو بيكون فخم، عشان هيك بتكون الزحمة طويلة. شايفين؟ في أغلب المطاعم بتكون في هيك الزحمة. طبعا يا جماعة جينا على إيطاليا، فأكيد لازم نجرب الأكل المشهورة بإيطاليا اللي هي البيتزا يا أخوان. طبعا يعني أكيد جينا على إيطاليا وما نجرب البيتزا هذا شيء مستحيل. فرايحين هلا شفنا اشهر مطعم موجود هون، تقريبا اشهر مطعم، حتى شفنا تقييمه على الانترنت وشفنا تقييم كثير ضيرب.
وهلا وصلنا يا جماعه على المطعم البيتزا اللي راح نجربه. طبعا في دور، مثل ما قلت لكم انه اغلبيه المطاعم هون لازم على الدور، نصف على الدور. هلا صايفين نحن على الدور عم ننتظر دورنا، ممكن يطول نص ساعه ما بنعرف. بس المنظر مبين كتير فخم وما بعرف عن النكهه، مبين المطعم هيك اكابر ومحترم يعني. مبين من الزحمه يعني كمان انه مبين شيء فخم يعني، ما في زحمه. والتقييم اللي شفته على الجوجل انصدمنا الصراحه وشفنا هيك تقييم من عدد كبير، فان شاء الله راح يكون قوي. فهلا نشوف، ندخل ونشوف الوضع. ايش شفت احمد انت اخذت كم التقييم؟ 3443. 3000. 4 ونص يا جماعه. يا جماعه تقييم يعتبر كثير قوي. في واحد 9 لكن بعيد. 9000 وبعيد. تقييمه 4.7. يعني 10000 شخص مقيمك تقييمك 7. يعتبر جبار صح؟ ما شاء الله. هلا راح نشوف، نجرب. طبعا يا جماعه اكيد راح ننتبه ما تحطوا كاتشب، ما تاكلوا بالشوكه البيتزا لانه راح تاكلوا قتله بعدين وتقليعه برا المطعم. انتبهوا يا اخوان من هذا الموضوع. فهلا بنشوف الامور. شايفين هاي وراي هيك المطعم يا جماعه. اوعكم تحطوا كاتشب فوق البيتزا او تحطوا اي شيء او اي صوص، لانه هون راح ينزعوا طبخه معاكم وما راح يصير خير ابدا يا جماعه. انتبهوا من الموضوع كثير يعني. فهلا راح نستنى الدور وبس فتنا راح اكمل لكم تصوير يا جماعه. هذا المطعم من 1935. واو، تخيلين يا جماعه 35 1935 ما شاء الله. شو قديم هذا يا جماعه. شايفين هذا الشيف هذا عندكم بحلب؟ هذا يظبطنا والله بحلب ما في بيتزا هاي. هذا ايش تاكلون؟ نحن بناكل كباب كرز. والله بناكل كباب كرز، كباب بانجان. جيب الكرز وشوف. شوفوا يا جماعه حجم البيتزا. هذا شلون كباب كرز؟ انا ما اعرف، انت عيال النعمه. كيف هذا الكباب كرز؟ كباب كرز ما بتعرفه؟ لا. اوه انت النعمه، احنا ما عندنا قلب. شوفوا يا جماعه ما بيعرف. كل يوم ناكل خبزه وجبنه. يا جماعه ما بيعرف الكباب كرز. اوه شلون هذا؟ شلون تجيب الكرز تشكه بالسيل؟ لا بنجيب كرز وشني. وشني؟ من حالته بالطنجره. وشني؟ هذا بكون هذا الكرز بيكون فيه حموضه شوي. اوكي مو حلاوه؟ لا اذا حلاوه روحت تحطه مع ليمون؟ لا هو لحاله الحموضه منه فيه. من وين تجيبونه؟ من حلب؟ في بحلب طبعا، وفي بإدلب كم. عرفت؟ تسرون بإدلب مثل لا ما بنسرق، ما بنسرق شيء. في عندنا بحلب ونحن بنجيب احيانا من إدلب. المهم بتحطهم مع بعضهم بتحركوا بس سمك شوي. تمام. واذا ما حركت يصير كباب. بتجيب الكباب بتسويها طابات هالشكل، شايف هيك بتسويها طابات وبالزيتون. وين راح؟ ليش راح لجوا هاد؟ الدور نحن حاجز تليفون. لا هلا قال له رجع استنى مثل الحباب برا. قال له سوري، قال له تمام. هلا اجى لعنا راح يصف ورانا. دورنا راح يوصل. هلا نحن صرنا اول شيء، هلا بس شوي وراح يطلبونا. ندخل يا جماعه. يا سليم شلون بحكي انا وانا بنتظر البيتزا؟ السلام عليكم يا اخوان، اليوم الحماس مليون، بدنا نجرب البيتزا الايطاليه. شايفين يا جماعه؟ اليوم يا جماعه الحماس مليون. اليوم يا جماعه الحماس مليون. بنجرب البيتزا الايطاليه. خلنا انا اتدرب عليك. اليوم يا جماعه الحماس مليون. ايوه نجرب البيتزا الايطاليه واحنا الان متواجدين في ميلانو. مدينه ميلانو يا اخوان. مدينه ميلانو يا اخوان. شايفين؟ المطعم اسمه يستقطب اجانب. وراح نجرب البيتزا. بيلو. احكي لنا بالاجنبي. ما في غير فيديو واحد احكي تجيب سليم كل يوم. شوف يا جماعه نحن اعطانا هي الطاوله، شايفين جاهزين لنا اياها 3 اشخاص. شايفين كيف؟ هون 3 هون 3. شايفين كيف حط لنا اياها 3. شوفوا يا جماعه هلا وصلت البيتزا. شوفوا المنظر يا اخوان. واو كذا مو منظر. شيل كلتك حطهم جنب بعض. ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ شو ها يا اخوان؟ شو هالبيتزا هاي؟ نقول بسم الله. اوكي
بعد ما قالوا لي اوكي والله عادي. كلنا منه. نقول بسم الله يا اخوان. واو الحماس مليون يا جماعه. ايه شوف المنظر. ايه شوف يا جماعه. واو شوف يا اخوان البيتزا الايطاليه يا جماعه من مدينه ميلانو، اشهر مطعم بايطاليا يا اخوان عام 1935. بسم الله. الله يا جماعه نكهه الجبنه ما طبيعي. واو كم انت ما بدك؟ يا اخوان والله لذيذ اصلا. واو العجينه. شوفوا المنظر. شوفوا المنظر يا اخوان. شوفوا يا جماعه ما شاء الله. يا جماعه هي ما بتاكل لا بالشوكه ولا بالسكين، غير بالايد ما بتتاكل. شوفوا. واو البيتزا الايطاليه يا اخوان. يا جماعه كنا نسمع كثير عن البيتزا الايطاليه، انا هلا اقتنعت عن جد البيتزا الايطاليه هي الاساس. دعمها يا قتيل. واو شوف الجبن. شوفوا شلون صارت. هاي دبل جبن من عند سليم يا اخوان. يا جماعه مثل هيك بيتزا مستحيل رح تاكلوها بغير ايطاليا، عن جد هيك بيتزا مستحيل تاكلوها برا ايطاليا. هلا رح اتجه نحو الشمال يا اخوان. يا اخوان رح نجرب البيتزا الثانيه. كيف صحيح؟ بتجرب هذه. قول لي احمد كيف انا شو ما بلعت. شوف المنظر. شوف المنظر يا جماعه. ريحان. طعم الريحان الصافي. طبعا هي اقوى بيتزا في العالم يا اخوان، من اقدم مطاعم البيتزا في ايطاليا. شوف هاي بالريحان يا جماعه. شوفوا شلون راح تروح دايركت. شوف 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 شوف. اوه زيت زيتون. طعم زيت زيتون. والله. ما في حاطين فوق زيت زيتون مع الريحان، النكهه بتطلع. اوه شوفوا شكلها. شايفين شكله يا اخوان. الله شو هاي؟ Can I bring mayonnaise also? No, this is without mayonnaise and ketchup. Not use here. Ketchup, mayonnaise, no. سمعتوا يا جماعة؟ اوعى الكاتشب. Only fries. Yeah, with the fries. سمعتوا يا اخوان؟ Not use. اللي من الصبح بنبههم للشباب من الصبح. يا اخوان بدون كاتشب بدون مايو. India? Yeah, Bangladesh. Bangladesh. You're Muslim. Yes. Nice to meet you. You see that? شوفوا شكل البطاطا. الله
خلنا نصير اتيكيت شوي. والله ما يصير تكيت اذا تأدي. بس ما اكلتها هيك ما بمشي الحال، ما بتهنى اصلا. يا جماعه معروف بالاكل اخر لقمه هي بتكون اطيب لقمه، هي بتكون المتعه. شوفوا شلون صار شكلها اخر لقمه. هي اخر لقمه بالبيتزا. قل بسم الله. جاب الكل. ثانك يو سو ماتش. وهلا يا اخوان وصلنا لنهايه الفيديو، بس في شغله بدي اقول لكم اياها، انه فعليا انا هي اول مره بحياتي باكل بيتزا. مع هاي البيتزا انا اول مره بحياتي باكل بيتزا، لانه باقي انا اكلت بيتزا اوكي، بس البيتزا كنت عم باكلها مو بيتزا. هي اسمها بيتزا. فعليا هي البيتزا اللي اكلناها يعني ما حد بيحس بالطعم غير اللي اكله بايطاليا فقط. اذا انت اكلتها بايطاليا خلص اوكي انت اكلت بيتزا. اذا انت ما اكلتها بايطاليا، في محلات بعض الدول، في محلات مثلا بغير دول هن بيكونوا ايطالي، بس بحس انا خلص لا بايطاليا بس بدك تاكلها كلها بايطاليا، غير هيك لا تاكل بيتزا. انا كنت اسمع كثير عن هذا الموضوع، بس كنت اقول يعني خلص بيتزا هي بيتزا. فالموضوع لا، عن جد يا جماعه طلع انه لا نكهه غير. انا كنت مستهون انه اقول خلص يعني هي بيتزا يا اخي ممكن موجوده بكل مكان، بس عن جد بايطاليا غير. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون حبيتوه. وصلتوا لهون لنهايه الفيديو، بدي اطلب منكم طلب، تشتركوا بالقناه وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الاشعارات او الجرس، راح يصلكم ايش انا بنشر، شو ما انا بنشر راح يصلكم مباشر. فعلوا زر الاشعارات هتشوفوا اول فيديو فورا اول ما بنشره، واشتركوا بالقناه واكتبوا لي تعليق حلو مثلكم هيك يكون لك ايه كتاب. احبكم رغم البعد وسلام.